ام علي بس مش بالباف بيستري ولا بالملفي. ويلا نبدا وصفتنا. استخدمت هنا نوع جلاش، استخدموا نوع جلاش يكون كويس للحلويات. حطيت ورق زبده وهبدا افرد ورق الجلاش ورقه ورقه، وبين كل ورقه والتانيه هستخدم زبده نوع كويس او سمنه زي ما تحبوا طبعا، وهدهن بيها ورق الجلاش. هياخد وقت منكم شويه بس النتيجه بتطلع حلوه قوي. بعد ما هخلص كل لفه الجلاش كلها ممكن اسيبها زي ما هي وادخلها تحت الشوايه، وكل ما هتتحمر هشيل الطبقه اللي اتحمرت ونكمل عادي، او ان انا اقطعها صغير وافردها في الصينيه وادخلها برده تحت الشوايه. وبعد كده محضره هنا الحليب، لتر من الحليب عليه من ربع لتلت كوبايه من السكر، او ممكن نزود زي ما تحبوا، نوع فانيليا كويس وممكن عود قرفه. هسخنه على النار كويس جدا. وهنا الجلاش بعد ما اتحمر بالشكل ده انا عايزاه ياخد لون حلو عشان يدينا طعم احلى. بعد كده بحطه في الطاجن زي ما انتم شايفين واخد لون حلو قوي. الكميه اللي انا عملتها كفت 2 طاجن حجمهم متوسط، وكل طاجن بياخد فيهم من لتر لربع اللتر لبن او حليب يعني. هضيف عليه الحليب السخن، وبعد كده هنوزع عليه القشطه. طبعا ممكن نوزع مكسرات، جوز هند، زبيب زي ما تحبوا. انا بحبها ساده وهكتفي بالقشطه. وهدخلها الاول في الفرن عادي من تحت، هتاخد 10 دقايق، وبعد كده هنفتح الشوايه دقيقتين 3 وهتاخد لون حلو. وممكن نضيف صوص كراميل او شوكولاته على الوش وتتقدم سخنه. جربوها هتحبوها.